بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة دلوقتي 1:15 صباحا. يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025. الفيديو ده أنا هتكلم عن السوق العقاري المصري السعودي، فرصة وتحدي. في طفرة بنلاحظها كبيرة جدا في المجال العقاري في مصر والسعودية. مدن توسعات كبيرة جدا، ضخ أموال ضخمة جدا، تشريعات بتشجع نظام أو فكرة تصدير العقارات اللي كان دايما بتطبقه أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة. لأن دايما احنا بنقول العقار هي قاطرة، المجال العقاري قاطرة رهيبة جدا، بيبقى خلفها أكتر من 80 ل 90 مهنة وتخصص في شتى المجالات. فمن خلال ملاحظاتي في ناس اللي شغالة بكل أنواعهم، وهبدأ أختص اللي في الجزء التخصصي بتاعي اللي هم في مجال الوساطة والتسويق العقاري. في ناس بتبقى عندها حساسية، يمكن مصر تجاوزت الموضوع ده، في مكاتب عربية وأجنبية سواء شغالة في الوساطة، في التسويق، في التطوير العقاري. فدائما أنا ليا أصدقاء في السعودية، وبحب دايما لما أخش مساحات على منصة إكس أو تيك توك أو ليا معارف في المجال، وكنت بخش أطرح رؤيتي بالمنظور الأشمل من خلال فكر التسويقي. لان دايما انا ببص ان كل القطاعات هو عمل زي الاواني المستطرقه او اللي هي كلها بتسمع في بعضيها، وكل شغل بيبقى عن طريق المعلومات، يبقى عندي النظره الشموليه. ودائما بنقول اي قطاع، اي مجال دائما يحتاج للمتخصصين المحترفين الحقيقيين، لان ما بيعاني من مشكله، عنده هدف او عنده قرار، وحسب اهميه القرار او ضخامه المشكله او الهدف اللي بيسعى له في ظل منافسه، في ظل تحديات، في ظل ظروف قد تكون مع او ضد، دائما اللي فاهمين قوي بيستثمروا في العقول. هرجع تاني دايما نقول اوعى سواء شركات تطوير عقاري او الناس اللي شغاله في الوساطه، المعلومه مهمه وخطيره جدا. حتى لو كان هناك منافسه كبيره، لان في ظل المنافسه بتبان الفروقات. وكلما سعيت عند الناس اللي فاهمه، وعلشان تقدر تكتشف الناس اللي فاهمه، لان كل مجال فيه المحترف والحقيقي وفيه المدعي. فدائما اللي فاهمين قوي سواء شركات او افراد او مؤسسات او حتى عملاء بيستثمر في الكفاءات. العميل قبل ما بيشتري لانها بيبقى قصاده عروض، وساعات بيبقى كلام مرسل، فقيمة الحاجة اللي انا هقررها وتكلفتها تستحق اللي انا ابدأ استعين حد يقدر يرشدني حقيقي. مش شرط يكون في نفس المجال، وحتى اللي في المجال لازم اقدر انتقيه صح، اللي هو بنى براند حقيقي لاسمه، مش مجرد زي اللي موجودين. للاسف في نسبه كبيره حافظه مش فاهمه، عندها تحسس رهيب، بتكرر المتكرر، بتوصل لفكره اللي هي تملك المعرفه كلها. فالناس دي ممكن تبص لها بنظره يعني شفقه، لان السوق متغير والسوق خطير وقوي، ودائما بيلفظ المدعين. فالسوق العقاري المصري السعودي خطير جدا ومهم جدا وجذاب جدا ومربح جدا لمن يدرك الفرصة، لمن يستثمر في العقول، لمن يقدر يربط بين البيانات والمعلومات ويبدأ يشوف متى يتخذ القرار وأين ولماذا، ومتى يخرج ولماذا يبدأ ينتظر، لا يستعجل، لا يندفع، لا ينفعل. بنشوف
في اماكن كتير جدا حصل تضخم في السعر العقاري بسبب الجزء السيكولوجي للعملاء. مجرد سمعوا بيبقى في نوع من احنا بنقول عليه تخديم اعلامي، ناس في المجال يدوك احساس ان دي اللقطه، فتلاقي في يحصل اندفاع رهيب جدا، فبيبدا الاسعار يبقى مغالى فيها بشكل رهيب جدا. احنا شفنا نموذج في شمال الرياض، ثم بيبدا يحصل عمليه احنا بنقول السوق بيعدل نفسه بنفسه في لحظه معينه، يبدا يحصل نوع من التضخم او نوع من الاكتشاف ان هناك فرص بديله مهمه. هناك ادراك في نوع من المغالاه في السعر بسبب الاقبال الرهيب في مكان معين او منطقه معينه. كل ما يبقى في عقول مفكره، سواء للمطور العقاري، سواء للوسيط العقاري والمسوق العقاري، سواء للعميل اللي هو بيستهدف هو يشتري، ده بيحمي القرار بتاعه، بيحمي رأس ماله، بيبدأ يحلل الوضع كله ويبدأ يعرف ايه الحاجات اللي فيها مفتعلة، ايه الحاجات الحقيقية، ايه الفرص البديلة. ولذلك دايما بنقول شوف انت في اي تخصص، في اي مجال، انت مطور، مستثمر، وسيط، مشتري، وبناء عليه ابدأ شوف مين اللي يقدر يساعدك حقيقي. اطلع على كل الموجودين، لكن اوعى تتأثر بسهولة. كل ما تبقى فاهم قوي هتقدر تكتشف مين الحقيقي، مين اللي بيمثل لك القيمة المضافة، مين اللي بيحمل القرار بتاعك، مين اللي بيديك الزبدة بالمفهوم السعودي، يعني اللي بيديك المعرفة الحقيقية، اللي يقدر يحلل كويس، اللي يقدر يكتشف الفرصة، اللي يقدر يكتشف الخطأ. مش مجرد حافظ، مش مجرد معلم اللي هو يقول كلام نظري، لا، انت في عالم متحرك، في عالم فيه جديد، سواء تشريع، سواء رؤية البلد او المملكة ان في اماكن تتحول من اماكن كانت عادية الى اماكن استراتيجية. فكرة الندرة، فكرة اللي نشوف الناس اللي انفعالها رايح فين، وابدأ ان انا ما اكونش تابع لانفعالهم او اندفاعهم. فهنا اللي بيحمي قرارك، برجع تاني، الكفاءة الحقيقية. فكل من يدرك هذا المعنى يصبح المجال العقاري فرصة رهيبة جدا، يقدر يقتنص فيها عوائد عالية جدا، ويقدر يبحث دائما من كتر ما يدرك أهمية اللي يحمي القرار بتاعه، الأهمية اللي يقدر يحلل البيانات. ليس جامع البيانات، ليس جامع التشريعات، دي ناس تكنيكال او فنيات تقدر تجمع حاجات زي، لكن ازاي اقدر احلل كل المؤثرات والعوامل المختلفة من معلومات، من تشريعات، من أنظمة، من تغير. دايما نقول كنا اما كنت اخش مساحات وكان بيزعلوا مني بعض الناس اللي في المجال الوساطه والعقار، ما اقول لهم يا جماعه القانون بيوضع في اي دوله فلسفته بيوضع ليتغير. كلمه بيوضع ليتغير ليس مش عمليه عيب، ولكن في اللي احنا بنقول عليه في حاجات جديده بتظهر، في اولويات، في اهداف. فبالتالي زي ما حصل، انا كنت توقعت اما بدا كان اول السوق مثلا مقفول عن الاخوه، احنا عندنا مفتوح لكل الاجانب، عرب، مصريين، سواء في التطوير العقاري، الوساطه، التسويق العقاري. فكانوا هم متحسين الموضوع ده. قلت لهم يا جماعه اخر حاجه من حوالي اسبوع ولا حاجه، بعد ما بدا يخش يسمحوا للشركات الاجنبيه تطوير عقاري تخش، بداوا يسمحوا لفكره التمليك لغير السعودي. فبدأ فكرة مفهوم تصدير العقار، وبالتالي هيبدأ يبقى في، أنا متخيل في تشريعات قادمة اللي يسمحوا للمكاتب، مش مجرد المطورين العقاريين الأجانب يخشوا، ممكن المسوقين والوسطاء فيما بعد. فكل واحد محترف فاهم بيبدأ يأهب نفسه، ما ينتظرش لحد ما يحصل التشريع أو القرار من السلطة العليا اللي تقود البلد، فيبدأ يبقى مش جاهز. فدائما حط في دماغك اللي انت المنافسة قادمة مع ابن بلدك، مع العربي، مع الاجنبي. كل ما انت اسير فكرة معينة، لا مش هينفع، اصل كذا، انت اللي بتضر نفسك. ولكن خد باسباب التقدم، باسباب القوة، باسباب المعرفة، وابحث عن الناس اللي فاهمة قوي، تكتل معاهم.